يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتوا عم تحضروا هذا الفيديو، ومبارك عليكم الشهر الفضيل. اليوم رح نحضر سمبوسة البف الحجازية. خليكم معي لنشوف طريقة تحضيرها ومكوناتها. لتحضير العجينة رح نحتاج ل4 أكواب من الطحين، ومعلقة كبيرة ملح، ومعلقتين كبار نشا، ونص كوب زيت نباتي، وهلأ رح نفرك الطحين بالزيت بهذا الشكل مثل ما شايفين، لحتى كل حبات الطحين تتغلف بالزيت ويصير الطحين مثل الرمل. هيك صار جاهز. حطيتهم بوعاء العجانة، ممكن تعجنوه على ايدكم. وهلأ رح اضيف عليهم كوب مي بالتدريج، ممكن تحتاجوا اكتر بشوي او اقل بشوي على حسب نوع كل طحين. يعني بس لحتى تلم العجينة. هيك لمت العجينة معنا، وقوامها لازم يكون قاسي وما بتلزق بالايد. حطيتها بوعاء وبغطيها بنايلون، ورح نتركها ترتاح لبين ما نحضر الحشوات. هلأ رح نحضر أول نوع من الحشوة. بمقلاية على النار رح ضيف زيت نباتي. بعد ما حمي الزيت منضيف بصل مفروم ناعم، وهلأ بعد ما دبل البصل رح نضيف عليه لحمة مفرومة، ومنقلبن مع بعض. هلأ حنضيف الملح وفلفل أسود وبابريكا وكركم وتوم بودرة. ومنقلبن. وطبعا أي إضافة من البهارات بتكون اختيارية على حسب الرغبة. هيك صارت الحشوة جاهزة. رح نرفعها عن النار ونتركها لحتى تبرد. هلأ رح نحضر النوع التاني من الحشوة بالجبنة. أنا هون حضرت مجموعة من الأجبان: جبنة كرافت شيدر ونابلسية وموزاريلا وحلوم، وفيكم تحضروا أي نوع من الأجبان أنتو بتفضلوها. ورح أضيف عليهم حبة البركة وبقدونس مفروم، وبنخلطهم مع بعض. هيك صارت جاهزة. وهون العجينة بعد ما ارتاحت، شوفوا كيف قوامها مطاطة. هلأ رح نقسمها. ورح ناخد أول جزء ونفردها. فردتها بشكل طولي. لازم تكون العجينة جدا رقيقة مثل مو شايفين، وما بتلزق حتى لو طويناها، وما بتحتاج لطحين. رح ناخد حشوة الجبنة، كورتهم بهذا الشكل
وراح نوزعهم على العجينة. وهلأ بالفرشاي رح ندهن أطراف العجينة بالمي بين كل حبة والتانية لحتى تلزق العجينة وما تفتح معنا أثناء القلي. ورح نطويها بهذا الشكل، ومنحاول نسكرها كتير منيح، ومنقطعها، والأطراف الزايدة منرجع منلمها ومنريحها ونشتغل فيها مرة تانية. وبالشوكة رح نسكر الأطراف بهذا الشكل. هيك صارت جاهزة، ومنكفي الكمية كلها بنفس الطريقة. وهون حشوة اللحم بعد ما بردت أنا حطيتها بالمصفى لحتى تصفى من الزيت. وبهاي المرحلة بتقدروا تضيفوا عليها بقدونس مفروم أو بيض مسلوق على حسب الرغبة. وهذا الجزء الثاني من العجينة فردته ورح أقطعه لدوائر. وحاولوا تختاروا مقاس القطاع يكون مناسب مع مقاس القالب أو أكبر بشوي. هلأ رح ناخد أول قطعة ومنحطها على القالب، ومندهن الأطراف بالمي مشان تلزق العجينة، ومنضيف حشوة اللحمة، ومنسكرها بهذا الشكل. هيك صارت جاهزة. ومنكفي الكمية كلها بنفس الطريقة. وهون بعد ما خلصت منحطن على قطعة قماش ومنغطيهم لحتى ما ينشفوا. وبهاي المرحلة بتقدروا تفرزوها، ووقت الحاجة بتطالعوها من الفريزر مباشرة بتقلوها بالزيت. هلأ رح ننتقل للقلي. بعد ما حمي الزيت رح ننزل قطع السمبوسة، والزيت ما لازم يكون كتير حامل حتى ما تاخد لون بسرعة وما تستوي من الداخل. ومنقلبهم بشكل مستمر. وهذا هو اللون المطلوب. رح نحطن على مصفى لحتى يصفوا من الزيت بشكل منيح. وهاي بحشوة الجبنة. شكلها بشهي ما شاء الله. شوفوا كيف انتفخت أثناء القلي، هذا دليل على نجاح العجينة. ولهون بتكون خلصت وصفتنا لليوم. بتمنى لكم صيام مقبول وإفطار شهي. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب،
وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد أنا بنزله. هلا راح أفرجيكم بحشوة اللحمة. شوفوا العجين ايش قد رقيقة ومقرمشة، وهاي بحشوة الجبنة. الحشوة ما شاء الله جدا لذيذة.